كوكو بونجور البنات، صافا لاباس عليكم؟ كلشي اموركم تمام؟ مباشره من الغدا. باديه معكم من الغدا نيشان. هنا ماما دايره كواريط سردين كفته مع فلافل وكرافس وسلطه. الصيف السهل الواحد كيفاش حاجه خفيفه. ف خاصة دي صراحه كيجيني ثقيل الحوت بحال هكا. وهنا كيف كتشوفوا درنا طابر، درت له اخر رشه زيت زيتون. ودرت لي ماما داكشي الاخر قالت لي قسموه. خدينا منه شويه، درنا بديك الطريقه اللي وليت كندير ليه، حيت انا كيجيب ما كناكلش انا السردين. يعني ماشي الا كليت كناكل من واحده ولا جوج وصافي، فكندير هاد الطريقه هادي كتجي مزيونه. صافي مورا الغدا صيبت لي قهوه، حطيت لي حليبه. زوين، صيبت لي قهوه حطيت لي حليبه. او صافي غنشرب قهوه نصحصح مزيان مورا الغدا. وندوز نشوف شنو غادي نصايب معكم. بغا واحد الشلعيبه الكوتي، ما عرفتش شنو هي. فقلت علاش ما نصايبش داك البغيوش السائل هذا. البنات شوفوا، انا رجعت كنشرب عاوتاني بحال ديتوكسات سيما وحامض، ضروري خصني شي حاجه من السما. فندوز نصايب معكم هذا البغيوش السهل اللي فيه بيضه. هذا غناخذوا بيضه، والبيضه الثانيه غناخذوا الصفار ديالها نحتفظوا به ندهنوه بها، والبياض نزيدوه مع ديك البيضه. فهمتوني؟ يعني جوج بيضات، ناخذوا بيضه وبياض بيضه، والصفار نحتفظوا به باش ندهنوا به البغيوش. هنا غنضيف واحد معلقه ديال السكر. انا ما بغيتش نحليه بزاف باش لا بغى شي حد يديرو يدير فيه كاشير، يدير فيه شي حاجه اخرى فخوماج باش اجي يكون سميتو بين وبين. درت معلقه ديال الفانيلا، رشه ملح طبعا راني دايراها. وهنا عندي 150 ملي حليب دافي، غادي ندير فيه ديك المعلقه صغيره ديال الخميره الفوريه. وهنا غناخد تقريبا واحد 80 سنتيلتر، 80 ملي عفوا، ديال الزيت، تقريبا واحد نص كاس معامر. غادي نخلط بالطراب اليدوي هكا كيف كتشوفوا معايا. سهل هذا البغيوش، يعني ما كيحتاجش الدلك. وكما قلت لكم فهو بغيوش سائل، يعني يكون خفيف. القوام ديالو ما تيكونش ثقيل، ماشي يحتاج الدليك ما والو. غادي ناخذ ديك الخميره بعد ما تفاعلت مع الحليب، غادي نضيفها لهذا الخليط. طريقه كنضيفوا الحليب شويه بشويه، حنا كنضربوا، راه ساهل يعني. ممكن تخدموه في المولينكس وتكملوا الدقيق بيديكم بالسباتولا. هنا غادي ناخد هذيك الدقيق، عندي 250 غرام دقيق مع ملعقه صغيره من خميره الحلويات. انتبهوا، درنا معلقه صغيره ديال خميره الحلوى مع الدقيق، ودرنا معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه ديال العجينه مع الحليب. يعني مستعملين الخميره ديال الحلوى والخميره ديال العجين ديال الخبز. هنا غنبدا نضيف بهذه الطريقه شويه بشويه، وكنحرك شويه بشويه وكنحرك. عينكم ميزانكم كتحركوا، راه هو هذيك الكميه اللي عطيتكم مع هذوك العبارات اولا دوك المقاسات كافيين. يعني غيجيكم هو هذاك، حيت كيف ما قلت لكم كنعاود نكرر، البغيوش العجين ديالو كيكون سائل، كيجي مفشفش على شكل الكاليت، على شكل الكيك، على شكل كيف ما بغيتو تفسروه. المهم هنا كيف ما كتشوفوني كنحاول انني نلمو هكا بيدي، من بعد ما يتلم بحال كتصوبوا كيك. او القوام ديالو قريب شويه من الامريكان كيك، لان الامريكان كيك يكون شويه القوام ديالو ثقيل كثيف على الاخر. هنا غنحاول ندخل ليه الهواء واحد شويه تيبان لي الفقاعات، وغنحبس. مجرد ما يبانوا لي دوك الفقاعات كيف ما غتشوفوا معايا، غير ما كيبانوش لكم مع الاضاءه، ولكن هنا راني دخلت له الهواء شويه. والقوام كيف كتشوفوا راه سائل خفيف. هنا غادي ناخد الفقاعات راهم باينين. غادي ناخد البيركس اللي غادي ندير فيها هاد البغيوش. البغيوش هذا ينفعكم نهار العيد ان شاء الله. اللي كيديروه بحال هكا كيبغيو البغيوش بحال هكا مع الفطور في العيد، كيجيهم سهل. هذا يقبضوا تاك الصباح يصايبوه ويطيب لهم في البلاصه، يعني تقبضوا بلا ما توجدوه نهار قبل. هنا خديت البيركس هانتا غير بالزبده. خديت ديك البيركس نفسها اللي استعملت وريتكم ديك المره. كتجيني الحجم ديالها مناسب، ما كبيره ما صغيره. راه واخا كتبان لكم في الكاميرا صغيره، راه ما صغيره، راه كبيره. المهم خذوا نتوما القياس اللي يكون بحال هكا. كتكون تقريبا تكون صغيره باش تجيكم عاوتاني البغيوش شويه منفوخه، باش ماشي تجيكم عاوتاني مبسطه بزاف. هنا كنحاول نقاد غير بشويه. ممكن غير تحركوا البيركس راه غتقاد لكم. مجيناش بلاصه طالعه وبلاصه نازله، كنقادها هكا بيدي وصافي. مجرد ما ساليت غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي اولا بالفيلم اليمونتير مغادي مهم، ونخليها هكا واحد 10 دقائق تخمر على حسب الجو. دابا حيت الصيف ماكسيموم خدات معايا تقريبا واحد 10 دقائق او اقل. بلا درت الفران سخان وداك الشيء تقريبا لقيتها بدات كتختمر. هنا البنات راني مجرد ما غطيتها شعلت الفران، شعلته 180 درجه من الفوق ومن التحت يسخن، وخليته هكا بلا يسخن شويه، وغادي تشوفوا معايا باقي المراحل.
هنا بعد ما ارتاح عندي العجين، خديت داك الصفار البيضه اللي احتفظنا به، درت له نقطه ديال الخل، وغادي نجي نحاول انني ندهن بهذا البغيوش بهدوء البنات. كوني راني كنسرع الفيديو، كنحاول في نفس الوقت ما نسرعوش بزاف باش يبان لكم جميع المراحل. مي انا هنا راه كنت كندهن بشويه، نتوما كتبان لكم بحال كنرسم شي لوحه لوحه فنيه. لا، راني كنت غاديه بشويه، لان واحد الوقيته غتبدا تهز لي لاباط. خاصنا لان لاباط سائله، خاصنا ندهنوها بلا ما نعاودو نقيسوها، نحيدو داك الاختمار. الا حسيتو براسكم قصتو العجين شويه بالسباتولا وانتم كدهنوا، خليوه واحد 2 دقائق اخرى يرتاح عاوتاني ويعاود يخمر. اصلا راه هاد المرحله هادي راه الفران كيكون كيسخن، نتوما دهنتو البيض، غادي نرشوه كيما غتشوفوا معايا. باش ما بغيتو انا غنرش بالزنجلان. كل واحد كيبقى له الاختيار، ممكن تضيفوا اي حاجه بغيتو، تضيفوا مكسرات، بغيتو تضيفوا لي بيبي دو شوكولا، بغيتو تضيفوا زبيب، بغيتو تضيفوا اي بذور، اي حاجه نسمو باش ما بغيتو بالنافع، لا بغيتو ديروا فيه النافع. بحال ديال العيد كيبغيو يديروا فيه داك النافع. بغيتو ديروا غير هكا سامبل، تخليوه كيما درت انا زنجلان بوحديتو. كيبقى لكم اختيار. هنا كيما قلت لكم انا راني سرعت الفيديو، ولكن راني دهنتها بشويه وتزاز معايا من واحد الجهه، راه غير ما بانش لكم على الكاميرا والاضاءه. هنا غناخذ الزنجلان كيف ما شفتوني رشيتو هكا. ما عرفتش شكون كيخبط، هاتو زدوس ما عرفت واش كتسمعوني ولا ما كتسمعونيش في الشارع. المهم هنايا غادي ندير لها الزنجلان ومباشره غادي ندخلها الفران. دايره عرفتوني انا راني حاطه دابا تريبي. ملي غنجي نبغي ندخلها الفران نلقى راسي هزات اللاطه كامله بايد وشاده التليفون بايد. وشوفوني زعما سوبر وومن. ما عرفتش كنبقى ندير شي حوايج غريبين سينا ندير شي كارثه عند نحمد الله. شوفوا كتخلخل، راه مسرع الفيديو ولكن غتبان لكم كتفتف في يدي. شوفوا العقل دابا، واش شاده هذه كامله بايد وحده والله الا، وشاده سميتو التليفون بايد. شفتوا الحماق. ما علينا. هنا ماما ما عرفتش قال لها راسها هاد العام مولفه كتمشي تشري التحميره عند واحد كيكون كيطحنها على اليد قدامك وداكشي، ومعروف يعني ما كتكونش مخلطه راكم عارفين. هو قال لها راسها نصيبوها هاد العام في الدار، لان ما مشات جابتها. المهم راها مسحات هذاك النهار وحيدات لها الزريعه والنباته وشمشناها شويه. دابا عطاتني نطحنها وانا تعذبت كتهزش ليا بزاف. راكم كتشوفوا الماكينه صغيره كتهز ليا شي 4 الحبات ولا 5 بزز كندكهم وكنطحن وكنخوي في الزيبلوك باش تبقى مزيانه. ما غنسدش على الزيبلوك حتى تبرد شويه، عاد نسد عليها. هذه ضروري انكم ملي تطحنوها تخليوه الميكا محلوله باش ما ترجعش عليها السخونيه وتغمر لكم من بعد وترجع على التنتل وداكشي. راكم عارفين كتكون سخونه مع الماكينه. هنا قال لي راسي عصبتني وعذبتني، عرفت راسي ما غنسالي. شوفوا شحال كنطحن، الكميه اللي كندير وشحال كتعطيني. شويه كنقلب، قلت اجي نجرب الماكينات الاخرين واش غيطحنوا ليا. صراحه هذه طحنتها خطيره، ولكن راه كتعذبك. شوف شحال خنضيف باش يلاه طحن ليا، لان ما كتبغيش تطيف ليا كميه كثيره. قال لي راسي جبدي هذه طحني فيها. هنا جبت طحنت فيها، عطاتني هذا الشكل هذا اللي غادي تشوفوا معايا. بحال بودره. المهم هي سهلت عليا المأموريه، يعني في عاود ما غنبقى ندك في هذيك الاخرى بدوك الحبيبات ما لقيتها الزوج هكا. بحال غادي نضيف هذه الكميه كامله قسمتها على 2، طحنت على 2 مرات. المهم قال لي راسي عاوتاني ما اقتنعتش. قال لي جرب الروبو، اجي شوفي داك الروبو واش غيطحنها لك بودره. جربت الروبو والماكينات كيسخنوا، فلا سخنات لكم الماكينه ديروا بوز، خليوها ترتاح تبرد شويه، عاد عاودوا كملوا باش ما تحرقوش الماكينه. حنا واحد المره بقينا متبعين داك الروبو كنطحنوا في امل واللوز والنوازات غتصوطه في يدينا كانت تحرق. هنا شوفوا الطريقه هذه قلت لكم سهلت عليا، انه دابا في عود ما كنت شفتو يعني نقدر ندير حتى هذه الكميه كامله وتطحن لي في مره. انا بغيت نقسمها على 2 باش تطحن مزيان، ولكن كانت الماكينه بدات كتسخن عندي. شويه وقفتها وشويه مشيت نكمل في الروبو. غتشوفوني مشيت كنطحنها حتى في الجهه الاخرى. للاسف عطاتني نفس الشكل اللي عطاتني الاخرى. اولا نقول اجي طحنيها كلها في هذا الروبو، تعطيك هكا دوك الحبوب اولا تهرسها لك هكا. المهم كتجي تسهلت عليا. الا بغيت نطحنها هكا راه تقدر تشوفوا لتحت راه مطحون مزيان، غير هو غتاخذ معايا الوقت. صافي قسمتها بحال هكاك بالطريقه هذه تكملتها. وجات ماما خرجت وجات قالت لي اويلي باقا كطحني. قالت لي ويلي ويلي الضو قلت لها عمرك تعاوديها تلافة تمارة. صراحة أي حاجة صحية فيها العذاب وفيها تمارة وفيها الروينة وكتبغي الخاطر وكتبغي الصبر، ولكن اللي بغى ياكل شي حاجة صحية راه خاصو يديرها. أنا راه خرجت البغيوش راه دغيا كيطيب، خشيت السكين باش نتأكد أنه ناشف وطيب من الداخل. مباشرة فاش كنخرجو كنلوح عليه منديل باش يرجع عليه شوية ديك الرطوبية ويبقى رطب ومفشفش. شوفوا غير من التقطيعة كيفاش كيبان راه مفشفش.
مفشفش وكيبان انه خفيف، ولا بات عرفتي زوين زوين هذا مع زبيده وعسيله، ولا مع هكا حطيتو انا مع كونفيتور، اولا هكا تاكلو حتى هكا راه كيجي بحال الكيك خطير البنات كيف كتشوفوا. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه للعيد او حتى هاد الايامات عادي، الكوتي خفيف سريع دغيا كيوجد وصافي. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، نتلاقاو في الفيديوهات الجايين، متنساوش لايك كومنت. باي باي، تهلاو لي فراسكم. باي.